السلام عليكم. النهاردة أنا هعمل عصير توت هيقعد معانا طول السنة، يعني طول السنة هنشرب توت. التوت دلوقتي احنا في الموسم بتاعه، استغلوه، اعملوا منه عصاير، اعملوا منه مربات. التوت عندنا ب30 جنيه. الأسعار اللي أنا بسمعها دي الغريبة، أنا معرفش دي فين. احنا السوق عندنا كيلو التوت ب30 جنيه. انا جبت التوت اللي هو الاسود او الاحمر، الابيض ما بينفعش، احنا بنعتمد على اللون الجميل بتاع التوت اللي هو اللون الاحمر. دلوقتي انا هحطه في بولة، وبعدين هنقي منه الحاجات الخضراء، التوت الاخضر او العيدان اللي هي السايبه دي. انما العناقيد بتاعته انا هسيبها زي ما هي عادي، مش مهم ان احنا نشيلها. هنشيل بس التوت اللي لونه اخضر. بصوا وانا بنقي الحاجات لقيت توت عماني الطويل ده بيبقى مسكر جدا جدا. هنقي بقى على قد ما اقدر كده الحاجات اللي هي بتبقى فيه قبل ما اغسله. وبعدين وانا بنقيه بصوا يعني ما اتكاش عليه خالص. وكمان واحنا بنشتري التوت يكون توت يكون ماسك نفسه كده، مش منزل الميه بتاعته، يكون صابح جدا جدا. بصوا بقى الحاجات اللي انا طلعتها هي دي اللي احنا نطلع الحاجات دي قبل ما نغسل التوت. ولما نيجي نغسل التوت نحطه في مصفى، نغسله مرة واتنين وتلاتة لحد ممكن 10 مرات. المهم نتأكد ان هو نضف جدا من الرمل اللي فيه، ما ننقعوش وما نحطش عليه خل ولا نحط عليه ليمون ولا اي حاجة. احنا عايزين نحافظ على التوت يكون صابح وفريش كده، والواحدة بوحدتها. ولما نيجي نغسله في المصفى نغسله بالطريقة دي، يعني نهزه كده في المصفى، ما نتكاش عليه خالص. دلوقتي بقى انا غسلته كتير جدا لحد ما اتأكدت ان هو نضف، وحطيته في مصفى لغاية ما اتصفى، وبعدين حطيته في بولة. العناقيد اللي فيه دي مش مهم ان احنا نشيلها، هنسيبها. انا دلوقتي معايا 2 كيلو توت، هحط عليهم كيلو سكر. كل كيلو توت بيتحط عليه نص كيلو سكر. في المرحلة دي بقى انا هقلب التوت مع السكر، مش مهم بقى يتهري، انا كده كده عايزاه ان هو ينزل المية بتاعته. هنغلف التوت كله بالسكر، وبعدين هنحط بقى البولة دي في التلاجة ممكن 6 ساعات او ممكن من بالليل للصبح. المهم ان احنا نسيبه فترة كبيرة كده في التلاجة. بصوا بقى لما حطيته لغاية تاني يوم، نزل العصارة اللي فيه كلها. انا كده ما حطيتش عليه ميه ولا حطيت اي حاجه، هو السكر بس اللي انا حطيته. دلوقتي بقى هحط التوت بالميه بتاعته في حله. وبعدين بصوا مش كل السكر اللي فيه داب. كل كيلو توت بيتحط عليه كوبايتين ونص ميه. هحط بقى 5 كوبايات ميه في البوله دي علشان فيها بواقي سكر، وهقلب الميه بالسكر واحطهم في الحله. وبعد كده هرفع الحله على النار. امشوا على الخطوات اللي انا بقول لكم عليها دي بالظبط، علشان يطلع معاكم احلى عصير توت، يكون صافي وطعمه كده الطعم كله مركز فيه. دلوقتي بقى انا حطيته على النار، كل ما يظهر الريم ده اشيله. نديله بقى غلوتين او 3 غلوات. احنا عايزين التوت يتهري خالص، وعايزين ينزل كل الطعم وكل العصير اللي فيه. كل شوية نقلبه ونشيل الريم من عليه. التوت ده بقى هنعمل بيه حاجات كتير قوي. هنعمل بيه فيمتو. الفيمتو بيبقى عبارة عن عصير توت وكولا. هنعمل بيه شيري كولا، نحطه في الحلويات. هيبقى عندنا عصير توت مركز، يعني انتوا هتجربوا بنفسكم، تحفة جدا. دلوقتي بقى طفيت عليه وهغطيه وهسيبه لحد ما يبرد خالص. دلوقتي بقى برد خالص. بصوا المنظر، بصوا مركز قد ايه. دلوقتي بقى هحطه في مصفى، والبس بقى جلافز كده علشان هو بيعلم في الايد جامد. وبعدين هعصره بايدي في المصفى، وكل ما معصره وينزل العصارة اللي فيه نحط عليه معلقتين او 3 من العصير اللي هو بتاعه اصلا. ما نحطش عليه مية خالص. هما ال5 كوبايات مية اللي اتغلوا فيهم هما دول بس اللي هيتحطوا على التوت. اهو كل شويه احط عليه شويه عصير من اللي موجودين في الحله اصلا، وارجع اعصره تاني لحد ما اخلص الكميه كلها. اوعوا تحطوا ميه عليه، لان احنا عايزين عصير مركز قوي. اعصره هينزل بقى ايه كل الدبس بتاعه، وهيتفضل بقى ايه الشوائب، وهيتفضل اللي هو إيه التوت بس من غير العصارة بتاعته كلها هتنزل في البولة. هيتفضل بقى. بصوا انا كده خلصته كله اهو. مش هنرميه، ممكن نديه بقى الاطفال صغيرين، هو بيبقى مسكر وطعمه حلو، ممكن ياكلوه كده بالمعلقة هيحبوه قوي. وبعد كده هرجع بقى اصفيه تاني في مصفى اصغر.
علشان انا مش عايزه طعم البذر بتاع التوت، ومش عايزه كميه البذر دي كلها. وبرضو انا مش هعمله في خلاط ولا اعمله فاند بلندر ولا اي حاجه، عشان برضو مش عايزه الطعم بتاع البذور، انا عايزه العصير يبقى صافي خالص. بصوا بقى، ده العصير بيبقى فيه شويه بذور خفيفه كده، وبصوا التقل بتاعه وبصوا اللون بتاعه. البذور الخفيفه دي بقى بيعبر عن نفسه بقى ان هو عصير توت. ده بقى هنحطه في اكياس ونحطه في الفريزر. الاكياس دي هتبقى مركزه، اكياس صغيره، ممكن كل كيس صغير هنحطه يعمل شفشق كبير او كميه كبيره قوي من التوت. وهنحطه بقى، بصوا يعني مثلا ايه لو عايزين بقى نستخدمه، هنحط نص الكوبايه كده او اقل من النص من التوت، ونزوده ميه. واللي بيحب ان هو يحليه اكتر، مع ان هو تحليته مظبوطه جدا، يحطه. والباقي هنشيله في الفريزر طول السنه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وبس خلاص، باي باي.